السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. طبعا مقطع اليوم ضروري يا جماعة، دي أنا تميزت فيها. مقطع اليوم كان نفسي أعمله من زمان. يعني إيش مقطع اليوم؟ مقطع اليوم اللي هو أسئلة المتابعين. إيش اللي مانعنا إن أنا أعمله من زمان؟ ما كانش عندي متابعين أصلا. قربت أعملها في الانستغرام وأخذ مشاكل الناس وحياتهم وناخذ ونعطي أسئلة زي بعض، لقيت في تفاعل، فقلت خلينا أقرب أعملها هنا في مقطع يوتيوب زي المشاهير. قسما بالله ان انا مشتاق للمقاطع الطويلة هذه، وان انا اطرح الكاميرا واصور والاجواء هذه كلها، لكن ان شاء الله راجعين. اللي عملته انا قبل فترة نزلت فيديو للناس وقلت لهم اسالون اسئلة بجاوب عليها في اليوتيوب. حاليا حدخل الستوري هذا من الارشيف ونشوف اسئلتكم ونجاوب. هي اغلبها اسئلة ناس معارف بيبون فضول يعني ونجاوب عليها. اول حاجة بعد الغلاف المعفن هذا اللي جايين من انستغرام، اكتبوا لي تحت انكم جايين بالانستغرام. تمام ما شاء الله. ها ايه سيارة احلامك؟ والله يا جماعة انا عندي حلم في الحياة. انا احلامي كلها حاجات اشتي اسويها لنفسي، اشتي اعمل قاعدة جماهيرية، اشتي افتح شركة، اشتي اسوي زي كذا. لكن احلام بحاجات مادية انا ما عنديش الا حلم واحد، اني اجيب سيارة جي كلاس ان شاء الله. جي كلاس برابوس موديل السنة، لون ازرق او رمادي. وبذكركم ان انا بجيبها ان شاء الله، وبجيب معها اسد. مش عارف ليش شي ربي اسد، الشي كذا اجيب فيلا فيها الجي كلاس فيها اسد. رمضان من ضيعنا محمد رمضان. هذه ام ار 2489 تقول لك ليش الحليب لونه ابيض؟ والله اذا جاوبك اجابه علميه، لا اروح ابحث بجوجل وارجع. لماذا الحليب لونه ابيض؟ لو طلع سر اللون الابيض في الحليب يرجع الى كونه يعكس جميع الاطوال الموجيه. هذا الكلام. لا يمتص أي لون بسبب خصائصه الانعكاسية. والجزيئات الموجودة في اللبن مثل الكازين ومركبات الكالسيوم والدهون كلها بيضاء اللون، بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى الماء في اللبن يصل حتى 87%. أقول لك إنه الماء في اللبن كثير والماء عديم اللون، فهو يضطر إنه يعكس ألوان المواد الدهنية اللي داخل. المواد الدهنية لونها أبيض. فهمت كيف؟ ولا أجيب لك الدكتور يشرح لك هنا؟ ما تعرفش تابلوا علي أنا. كل حاجة عندي الفلسفة عندي مليون. الاي 5 اكس ار ايش دي اليوزرات حقكم يا جماعة؟ صلوا على النبي. بقول لك بعد الامتحانات خاصة دي الفترة خلاص خلصنا امتحانات، بس يجي شعور انه لسه في امتحان. هو انا اوه لا تذكرينا، لا تذكري الحزينة تبكي. هذا عارف ليش؟ يقول لك من اعتاد على المدري ايش ظن ان الطمأنينة فخ. فهموها؟ فهمتوا كيف؟ فهذا نتيجة على التوتر اللي احنا عايشين فيه، خصيصا طلاب الطب والصيدلة والأسنان والمختبرات والحاجات هذه. هذا عقلك الباطن. المشكلة ايش في حرنا؟ الشعور هذا يجي لي، يا ريت يجي لي ايام الامتحانات. ايام الامتحانات مش اذاكر، بعد الامتحانات يجي. هذا معناته انه ضميرك صاحي، او انك منتظر للدور الثاني عشان محمل مواد. عاد ذكرونا يا شباب، فكونا من الدراسة، ارحمونا يا جماعة. مشكلتي ان انا احفظ وانسى اللي حفظته. كيف الحال؟ انا طالب جامعي. يا حبيبي انا لا احفظ ولا افهم، انا اقري واروح الاختبار على الله. لما اقري حاجة اذكر ان انا قريته، لو ذاكر ان انا قريته بس اعمل صح، مش ذاكر ان انا قريته اعمل خطأ. انها نظرية احمد موفق. هذه تقول لك شفت المقاطع كلهم يلي بالقناة. يا جماعة معي مقاطع هبلة، الله لا يرويكم كيف، قسما بالله. كنت هبيت هبد وانا صغير وزعلان ليش ما اشتهت زي الناس دونك اللي بدأوا انا وياهم ووصلوا. صح انه محتوى مهبل بس ما كانوش يهبدوا. فاهم لك؟ انا كنت هبد اجيب حاجات ماليش داعي. قل لنا ايش مواصفات زوجتك المستقبلية؟ والله كم اكره السؤال هذا، يجيب لي الغثيان الموضوع ده كله. تخيل اجي اوصف له زوجة، لا حول ولا قوة. اتخيل اجي اوصف له مواصفات زوجة احلامي وهو يتخيله كذا. انا اقول له والله اشتي شعري بنفسجي، واشتي معي 3 عيون، حبة ذهبي حبة زرقاء حبة حمراء، واشتيها لا سمينة ولا ضعيفة، وهو يتخيل لك مرة. والله العظيم السؤال هذا زفت. مواصفات زوجتك المستقبل ليه جي كلاس هي برابوس ولا لا؟ ما فيش حاجة اسمها مواصفات، ما فيش واحد مفصل لك تفصيل. في اهتمامات، انا ادور على اهتمامات اتشارك في مستوى علمي معين، في اسلوب حياه معين. اما مواصفاته ومدري من هو وبرقك وخالك هذا الكلام ما يمشيش معي. ليش اخترت تخصصك وكيف انت راضي عليه او لا؟ انا اخترت تخصصي قسما بالله كنت محتار ب 35,000 تخصص. اخر تخصص كنت شي سافر مصر اقدم في معهد الفنون قسم نقد او تمثيل او حاجه زي كذا. فاللي سويته ان انا حطيت بصيري بين 2 تخصصات على ورقه
ورميتهم في الارض التنتين الورق واخترت واحده ورحت ثاني يوم اسجل. هل ندمت؟ انا كنت بندم لو ان انا ما درست. ناوي تعمل بعد ما تتخرج؟ ناوي اسافر بلبس التخرج، احتفل بالتخرج خارج اليمن. هذه اكثر مكافاه اقدمها لنفسي، اكبر مكافاه يعني. ايش في خطه معينه في راسي؟ والله انا من النوع اللي يرمي في كل مكان بذره، وين ما نمت الشجره بعدين مشينا نرعى الشجره هذه. ان شاء الله تكون الرساله وصلت. ايش اسم امك؟ ليش انه استحي؟ لا والله ما استحي. امي يعني ايش اقول لكم، عملت اللي ما قدرتش اعمله انا، يعني دكتوره بحجم الدنيا، لي الفخر فيها يعني، ما فيش حاجه عيب، بالعكس. ما اظنش انه اسم الام يعيب احد في حاجه، بالعكس. انما ليش انا ما اجاوبش؟ لانه ما في سبب يخليني اجاوب. فهمت كيف؟ مشكلتي القات، ضبحت كل يوم تخزين. هو المشكله هذه انا اواجهها بس مش كل يوم. انت مجنون، انا لما ذاكر ضروري اخزن. وعلى فكره القات مش مشكله يا جماعه، القات ادمان العاده، هو مش ادمان الماده نفسها. احنا بندمن عاده القات. فلو انت عرفت، لا حول ولا قوه، اقول لكم الكرسي هذا ابن 60 كلب. فلو انت عرفت تسيطر على العاده هذه امورك بالسليم. فهمت كيف؟ ادمان الماده هذا المخدرات، ادمان العاده هذا القات، ادمان الجلسات، ادمان انك ما تقدرش تعمل حاجه الا لما تخزن، هذا ادمان العاده. هذا الادمان زي كاننا ابين لك ان انا رابطك بحبل وانا مش رابطك بحبل، اقيدك بحاجه اسمها وهم. فهمت كيف؟ فعرفت تسيطر على دماغك كل شيء بيمشي. مشكلتي ما اعرفش اسد انا واحد. هذا شكله انا قريني هذا. يا جماعه بدي الفتره، يا ان انا ادي الناس على عقلها، يا ان انا احس نفسي مجنون ما عرفت اسد انا والامه كلها. انا تناقش واحد يكون معك الحق، تجيب له من القران، من السنه، من العقل، من المنطق، يقول لك ما اقتنعش. كيف اقنعك؟ كيف اقنعك؟ اعمل لك سحر؟ والله العظيم انا ما اسدش انا واحد. اختلف احيانا، اغلب مشاكلي بسبب النقاشات، انه يكون واحد على غلط ومصمم انه على صح، ويقول لك هو صح غلط، بس هو صح كيف على غلط وكيف على صح وكيف. يربش عقلك، يخليك تقول يا ريتنا ما اتكلم. المشكله لو ما عرفش يغلبك يرجع يتمسخر عليك. ايش ناوي توصل بالسوشيال ميديا؟ والله ناوي اعمل لي قاعده جماهيريه فقط. انا من النوع اللي احب حاجه اسمها تصوير وتمثيل وفن وزي كذا، بس انا مش دائما متاحه لي الفرص في المجال الفني، فحاول اعوض هذا بنفسي. يا اخي كنت اتواصل مع احد ما اعرفه، وفجاه جاب لي سيرة حياتي كلها، حتى برقي واسمي الكامل وادق. ايش في؟ شوف اقول لك حاجه كثير دي تحصل. ابني انتم لو تركزوا بتلاقي الواحد مننا ناشر كل حاجه عن حياته بالسوشيال ميديا، برقه، تاريخ ميلاده، سنه الميلاد، اسم ابوه، اسم امه، التفاصيل دي كلها سهل واحد يجيبها، فلا تصدقهمش. واي واحد يتكلم بالابراج هذا حمار. برق الدلو بالدي، معاهم عقل، قلبوا بني ادم لبالدي. برق العذراء اتزوجين. برق الثور بني ادم قلبته ثور. يا ثور انا مش فاهم دماغهم اصحاب الابراج، بس ماشي شفتي كمان لانه ما عنديش خبره بالموضوع هذا، بس اللي عرفه انه حرام. ليش ما تنزل حاجات مفيده؟ وقاعد عندي تدور حاجات مفيده؟ القران جنبك، روح افتحه واقرا يا خلونا شغلات يا جماعه. قال لك حاجات مفيده، ايش انزل لك؟ انت حق استفاده، انت رسبت بالثانوي، انت ما درست، ما رضيتش تدرس حتى، كيف افيدك؟ اقرا ما لازمك حق الجامعه لو تشي تستفيد. اخي افكر اخرج من اليمن نهائيا، كيف شعوبه ترجع عادك تفكر. اكرهكم يا اصحاب الصيدله، حارقين دمك اصحاب الصيدله. قال اكرهكم يا عمي. الصيدلي هذا انا بعمل له فيديو لحاله الموضوع هذا. صبركم. صيدلي تكرهي الصيدلي وتجي اخرة الليل تدوري من عنده منع الحمل، الله يشلك يا. خلونا نغلط يا جماعه. ايش ايفونك؟ وهل معك جوال ثاني؟ وايش نوعه؟ ايش الاهتمامات الغريبه هذه؟ هذا قد واضح 13 برو ماكس. في ناس بتهتم لنوع جوال الشخص والله العظيم اشوفها حميره. انا والله ما معي جوال ثاني، ولا ما بطلعش بالايفون بالكاميرا، عشان في ناس قدروا الان يشوفوا الايفون مدري ايش هو وانه للفشخ. انا شليته يا جماعه لاني كان تصور بالشارع في الكاميرا الاقي مشاكل، ما عنديش تصريح. اخذت الايفون، قلت لكم انا مهووس بالتصوير. جوالي الثاني سامسونج مكسور. ما في سؤال، بس حبيت اقول لك اني اتابعك من زمان واحب محتواك، ومبروك على القناه، موفق جدا، انت مبدع جدا. I love you جدا كثير. لا هذه بنت، عفوا، شكرا جدا كثير.
فبس يا جماعة لهنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم. باقي المشاكل برجع أرد عليكم بالستوريات في انستغرام. قولي أسئلة أكثر بالكومنت. المرة الجاية إن شاء الله من يوتيوب. اشتركوا في القناة، ضغطوا زر الجرس، اعملوا لايك بنية السعادة، وأنا أشوف نفسي بالشاشة حق الكاميرا كم لي بصور مقاطع طويلة. خلصت كل أقلامي، أحلى مصير مشهور، سلم على فنزاتي. أحلى مصير يوتيوبر ناجح، كارو مجنون. أحلم أجيب درع المليون، أحلم أكون ممثل فنان، فني أضيع حتى رمضان. لاين إن ماي دريمز، فلا تسوي ناصح. كلم يا حبوب، لا مكاني مش جنبك، لا مكاني مدي التوب. تيجي في طريقي لو وقف ستوب، أسعدك بكلامي أرقصك هوب. Hey listen. Hey listen.